الجو بارد ونحب هيك نمنميات أو هيك حلويات بالشتاء، بس الفرن مالته عطلان. اليوم راح أسوي لهم كيكة بالمي، كيكة كل سهلة، لا بيض ولا حليب ولا فرن، كيكة سهلة وطيبة بنفس الوقت. تعالوا خلينا نشوف طريقة تحضيرها ونقول بسم الله. كوب من السكر، كوب ونص من الماء، نص كوب من الزيت. نخلط السكر ويا المي ويا الزيت لحد ما نذوبه، وبعدين نضيف عليه طحين. الطحين بنات نضيفه بالتدريج حسب الطحين المتوفر عندك. اكو طحين يشرب سوائل واكو طحين، يعني لا تعتمدون على الطحين وقياس الطحين. هنا ظرفين من البيكنج باودر وظرف من الفانيلا على كوب طحين، واظل اخلط. والطحين قلت لكم بالتدريج، وراح اضيف الكوب الثاني وهذا الكوب الثاني، وبإن ما أنا أضيف الطحين أخلط لحد ما يصير وياي خليط أو عجينة الكيك المطلوبة. وهنا أنا قسمت الطحين العجين إلى قسمين، وخليت على قسم ملعقتين كاكاو وشوية مي ذوبيته، والقسم الثاني عفنة أبيض. كيفكم انتم بتردون تعرفونه أبيض تردون بالكاكاو، شي اختياري. هنا دهنت هاي الكاسات، وهاي الكاسات العادية، مو بايركس ولا حرارية، كاسات عادية. وخليت قسمة من العجين الأبيض وقسمة من عجين الكاكاو. وطبعا هنا سويت عدة مراحل حتى تكون عندي هذا الشكل الحلو. إذا وصلتوا وياي لهنا اضغطوا لي على الأكس بلور. خلينا نكمل المشاهدة. وأكيد بهذا العود الخشبي، ونسوي هاي النقشة أو الحركة حركة الوردة. وهنا على الطباخ راح نخلي جدر أو طاوة بها مي، ويكون نص الكاسة يوصل الماء، يوصل للطاسة أو الكاسة نص من عدها. وراح نسد الطاوة ونخلي البخار يداور. وأكيد الحرارة أنت تعتمدين عليها، نص ساعة ثلث ساعة أنت تعتمدين عليها. وأكيد شوفوا الارتفاع مالها شلون ارتفعت ما شاء الله. واكيد هنا انا شفتها نشفت كل زين، وجبت العود نفسيته خليته بالعجين وطلعيته، وشفت العود ناشف. اذا العود طلع لي بيه عجين معناته الكيكه بعدها ما مستويه. وهنا اكيد تركتها بردت وخليت لها شويه نوتيلا او صوص الشوكولاته. هذا التزيين اختياري، تحطوا لها كريم تركونها ساده، بس كيكه كلش طيبه ما تحتاج تدخلينها للفرن من الوجه لان هي استوت على البخار. وهنا انا شوفوا راح اجرب وياكم هاي الكاسة مالت الكيك، وكلش طيبة وما تاخذ منش وقت. واكيد انا الفرن مالتي من عطل ظليت محتارة، فشنو ما دام اكو الكيك يستوي على البخار تقدرين تسوينها بقالب واحد وكبير، يعني مو مجرد تسوين بكاسات. وصلت لنهاية الفيديو، اذا عجبتكم لا تنسونا بالاكس بلور والمشاركة والمتابعة.